أخ يقول بعض الطلاب الجدد إذا صفوا يصفون على الخط، يجعلون أصابعهم على الخط وليس على الكعب، فبعضهم يكون متقدما وبعضهم يكون متأخرا. نبهنا على هذا مرارا أن الذي يستوي به الصف وهو الذي أمر به في الأحاديث ما هو الكعب. إذا ألصق الكعب بالكعب، والكعب هو العظم الناتئ في جانبي القدم، إذا هذا ألصق كعبه بكعب صاحبه يستوي الصف تماما، حتى لو كان هذا قدمه قصيرة والثاني قدمه طويلة يستوي الصف من الخلف تماما، وإذا استوى من الخلف استوى من الأعلى. أما أنه يسوي الأصابع سيبقى واحد متقدم والثاني متأخر ويحصل خلل في الصف.